إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله مولانا ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ به من شرور الأنفس وسيئات الأعمال. من يهده الله تعالى ربي فهو المهتدي، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. اعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عن رسول الله كل شيء وما قصروا في شيء، لذا فحبهم فرض عين على كل مسلم منا. صحب النبي نور يهتدى به، هذه عقيدتي أرتضيها يقينا. حب الصحابة عندنا فرض على الأعيان المهتدين، ولقد نصرتم رسول الله نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، فلولاكم ما عرفنا ديننا من بين أديان العالمين، ولا ما عرفنا قرآنا ولا سنة ولا أحمد الهادي الأمين. فوالله لن يصل الحاقدون إليكم حتى أوسد في التراب دفينا. فيا أيها السامع لمقالتي كن من خيار السامعين، واعلم أن من سب صحب محمد فهو من أحقر خلق الله طينا. فلا تسمعن من حاقد عنهم خائن لدين الله لعينا، فلا تسمعن رعدا عنهم من دخان صحب المارقين. بأمانة نقلوا الإسلام لنا، بأمانة نقلوا الإسلام لنا، فكانوا حماة كأسد العرينا. سماعهم من رسول الله معنا كأن النبي محمد فينا. وصلى الله وسلم على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل رب العالمين سبحانه كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته، آمين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أعظم نعم رب العالمين سبحانه وتعالى علينا جميعا أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم النعم على الإطلاق علينا أن جعل رب العالمين سبحانه وتعالى جعلنا جميعا من أمة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن رب العالمين سبحانه وتعالى لما ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الأمة، فلم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجعله رسولا نبيا لأمة قبلنا، فادخر رب العالمين سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم على ربه سبحانه وتعالى، ادخره لتلك الأمة وهذه الأمة الخاتمة. فادخر رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم وأفضل خلقه على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ادخره لأعظم أمة عنده على الإطلاق، هذه الأمة الخاتمة. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك تحقد علينا جميع الأمم كاليهود والنصارى وغيرهم، يحقدون علينا لأن رب العالمين سبحانه وتعالى جعلنا الأمة الخاتمة، وجعل لنا الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده، الذي أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة لها صفات وخصائل عند رب العالمين سبحانه وتعالى تميزها عن باقي وسائر الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى أفضل كتبه على الإطلاق مع هذه الأمة وهو كتاب الله القرآن الكريم. وتكفل رب العالمين سبحانه وتعالى بذاته العلية حفظه، لم يترك لبشر حفظ هذا الكتاب العظيم. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يبدلوا حرفا في كتاب الله سبحانه ما استطاعوا، لرد عليهم صبيان المسلمين. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل أفضل كتبه مع أفضل خلقه هذه الأمة المرحومة التي بها شرع أفضل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة
تتميز بميزات وصفات وخصائل لا تتميز بها أي أمة على الإطلاق في الأمم التي سبقتها، وإن كانت هذه الأمة أقلها أعمالا وأقلها أعمارا، إلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعلها أكثر الأمم بركة، وأعطاها رب العالمين سبحانه وتعالى من الثواب والحسنات ما لم يعطه لأمة قبلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا ينبغي على مسلم عاقل أن يقول يا ليتني كنت في زمان فلان وفلان. اعلم أن كل من سبقونا لو عرض رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم أن يكونوا في أممهم أو في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختاروا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا لاتبعني. نبي الله موسى عليه السلام لو كان حيا لاتبع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من هذه الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يا أحباب لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع على ضلالة. أما غيرها من الأمم يجتمعون على ضلالة ليل نهار، أما هذه الأمة معصومة عصمها رب العالمين سبحانه وتعالى من أن تذل أو تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى جماعة، فجعل بها رب العالمين سبحانه وتعالى فرقا دائما تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما انحرفت فرقة رزق رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأمة فرقا غيرها تدعو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلما ضاقت على فرقة فرجت على الأخرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يعذب رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأمة وكتابه في هذه الأمة القرآن الكريم، ونبي الله صلى الله عليه وسلم محمد في هذه الأمة بشرعه ونهجه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم يعذب رب العالمين سبحانه وتعالى المشركين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما حدث بالفعل دخل منهم في دين الله عز وجل أفواجا. ولو عذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأخذهم بأفعالهم في أول الأمر ما دخل في الإسلام النفر الكثير كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغير ذلك ممن تأخر إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عصم ربي سبحانه وتعالى هذه الأمة من أن تؤخذ جميعا أخذة واحدة كالأمم التي كانت قبلها. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ما يحفظ هذه الأمة، كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرأ على كتاب الله سبحانه وتعالى أحد، ولو تجرأ لرد عليه الصبيان كما ذكرنا، ولا يتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فعلماؤنا رضي الله تعالى عنهم غربلوا السنة غربلة كاملة، فلا تجد قولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله عند علماء المسلمين رد. يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيرد عليهم أهل العلم هذا القول لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسباب كذا وكذا. إذن فحفظ ربي سبحانه وتعالى هذه الشريعة الغراء. وقال ربي سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأجمع جمهور المفسرين على أن الذكر المعني في هذه الآيات المباركة إنما هو القرآن والسنة معا، فالسنة وحي كما القرآن وحي بالتمام وبالكمال، كلاهما من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما كان فيه من حلال فأحلوه وما كان فيه من حرام فحرموه.
فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلاهما من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المحفوظ والمتلو والذي نقرأ به في الصلوات، والسنة أيضا محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرأ عليها أحد بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنها وحي كما القرآن تماما. إذن من بركات هذه الأمة أن حفظ رب العالمين سبحانه وتعالى لها مصادرها، مصادر التشريع، حفظ لها القرآن وحفظ لها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يعهد في البشرية أن رجلا سجل كلامه كما سجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعهد في البشرية أن يسجل كلام رجل كما سجل كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فكل كبيرة وصغيرة حفظها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوها بكل أمانة، لأنهم حملوا الأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا بعده هذا الدين لكل العالمين، وفتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد لهذا الدين. فكانوا حقا رجالا ورثوا الدين عن رجل هو أعظم الرجال، محمد صلى الله عليه وسلم. فكان حق فيهم قول رب العالمين سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، فأعطاهم رب العالمين سبحانه وتعالى قدرا من الرسالة وقدرا من المسؤولية، فكانوا لها حقا نعم الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن من بركات هذه الأمة يا أحباب أن حفظ لها رب العالمين سبحانه وتعالى مصادرها. أما غيرها من الأمم فقد حرفوا مصادرهم بأيديهم وتلاعبوا فيها وضيعوا شريعة الله فيهم. أما شريعة الله في دين الإسلام هي الشريعة التي كانت عند آدم عليه السلام، وعند نوح عليه السلام، وعند إبراهيم عليه السلام، وسائر الأنبياء والمرسلين. شريعة الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أشياء خاصة عند أمة لا توجد عند أمة أخرى، فختم ربي سبحانه وتعالى تلك الشرائع كلها في هذه الشريعة الخاتمة، شريعة الإسلام، ارتضاها رب العالمين سبحانه وتعالى ليختم بها الأمر في هذه الحياة الدنيا، وليرجع الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والشريعة التي كانت بينهم هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شريعة غيره. ولن يقبل رب العالمين سبحانه وتعالى شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلام رب العالمين وليس كلام، ارتضاها ربي سبحانه وتعالى لجميع الخلق، ولن يقبل ربي سبحانه وتعالى من أحد شريعة غير هذه الشريعة. أما ما كان قبل شريعة الإسلام فأمره إلى الله سبحانه وتعالى بالشريعة التي مات وبعث عليها. من خصائل هذه الأمة يا أحباب، أمة الإسلام، أنها الأمة المرحومة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، قال: إن أمتي أمة مرحومة. كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، يعني مرحومة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، عليها رحمة الله سبحانه وتعالى، مرحومة لا تعذب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ليس عليها في الآخرة عذاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما عذابهم في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. القتل والبلابل والزلازل، هذه الأشياء الثلاثة عذاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أما في الآخرة فهي مرحومة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما القتل فمعلوم ونشاهده أمام أعيننا. هذا القتل الذي يحدث في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كتب عليها في الدنيا لترجع إلى رب العالمين مرحومة. الثانية البلابل، وهي الهموم والأحزان التي تصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم
تصيبها في الدنيا لترجع إلى رب العالمين مرحومة. الثالثة الزلازل وما يتبعها من كوارث طبيعية، كالزلزال الذي حدث في ليبيا منذ شهرين مثلا، أو في الجزائر ومات فيه آلاف المسلمين. هذه كلها أمور يجعلها رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الأمة في الدنيا لترجع إلى ربها مرحومة، لترجع إلى رب العالمين مرحومة ليس عليها عذاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن كل ما يحدث للمسلم في حياته اعلم أنه له خير. لذلك تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: عجبا لأمر المسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب نبينا صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، كل ما يحدث له خير، الضراء له خير والسراء له خير، في أحدهما الصبر وفي أحدهما الشكر، وكلها أمور دنيوية لنرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في أمة مرحومة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك ما نبتغيه، نبتغي أن نقف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى فيرحمنا جميعا ببركة هذه الأمة المرحومة عنده، وببركة النبي الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، وللهموم والقتل والأحزان التي حدثت لنا في هذه الحياة الدنيا وصبرنا وشكرنا، صبرنا عليها وشكرنا رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. إذن يا أحباب، من بركات هذه الأمة أنها ترجع إلى رب العالمين مرحومة، يكفر لها ربي سبحانه وتعالى ما كان منها من تقصير لما وقع فيها من قتل وهموم وأحزان وكوارث طبيعية كالزلازل والبراكين وغير ذلك. كذلك أيها الإخوة الأحباب، هذه الأمة مصيرها إلى الجنة قولا واحدا قطعا يقينا بالله سبحانه وتعالى. هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم مصيرها إلى الجنة قولا واحدا، ليست عصبية وليست عنجهية، إنما هذا وحي عن رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي ولا كلامك، إنما هو وحي الله سبحانه وتعالى الذي فضل هذه الأمة على غيرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. روى الطبراني من حديث ابن عمر قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من أمة إلا بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا أمتي في الجنة. انتهى الحديث، صححه الألباني. ما من أمة إلا بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا هذه الأمة. هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قولا واحدا، إلا طبعا من استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى وخلدهم في النار لأنهم كفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وجحدوا هذا الدين وجحدوا هذه الشريعة. أولئك مطرودون ملعونون من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يحسبون على الأمة، ولا يحسبون على هذه الأمة أبدا. ربما يقول قائل: فلان الذي كان يقول كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، حسابه عند ربه. ربما يكون من المطرودين الملعونين الخالدين في جهنم والعياذ بالله. أما عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلد في نار أبدا، وترجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى مرحومة. ما من أمة إلا بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا أمتي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أمتي في الجنة. ومن بركات هذه الأمة أنها جعلت الأمة الوسط، وهي الآخر. جعلها ربي سبحانه وتعالى الأمة الوسط، وهي آخر الأمم، وجعلها ربي سبحانه وتعالى شهيدة على جميع الأمم السابقة، كما قال ربي: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة يا أحباب من بركاتها أنها جعلت أمة وسط بين كل الأمم، بين كل الشرائع. أعطاها ربي سبحانه وتعالى أفضل الشرائع وأفضل الدين وأفضل الكلام، القرآن الكريم،
وأفضل السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما شرعه ربي في الأمم السابقة شرعه في دين الإسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بنوح عليه السلام، والحديث في البخاري، يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم بلغت، نعم بلغت الرسالة. سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. فقال: نعم بلغت. فيقال لقوم نوح عليه السلام: هل بلغكم؟ قالوا: لا، ما جاءنا من نذير. انظر إلى الجحود، ما جاءنا من نذير. أيها الجاحدون، 950 عاما وتجحدون دعوة نوح عليه السلام. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فتدعون عند رب العالمين سبحانه وتعالى: هل بلغ نوح عليه السلام قومه؟ فنقول: نعم يا رب بلغهم. في كتابنا القرآن نعم يا رب بلغهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، نوح بلغ قومه بما أنزله رب العالمين عليه من وحي. فتدعى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد وتشهد للأنبياء بأنهم بلغوا، لأن أقوامهم جحدوا الرسالات عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون، الحديث في البخاري. هذه الأمة يا أحباب جعل لها رب العالمين سبحانه وتعالى الأعمال مع قلتها في عظمتها في الأجر، أعمال قليلة وأجر عظيم. ألم ترى أن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر؟ وهذا الأمر يطول. رب العالمين سبحانه وتعالى بارك في هذه الأمة وأعطاها أعمالا قليلة ذات أجر كبير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمة الإسلام يا أحباب فداؤها بغيرها من الأمم السابقة، فداؤها بغيرها من الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم. يعني توضع ذنوب هذه الأمة على ذنوب المشركين والكافرين في الأمم السابقة، فترجع هذه الأمة إلى رب العالمين مرحومة، مطروحة السيئات نقية الحسنات عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وذنوبها تطرح على غيرها من الأمم، فجعل رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك لها فداء، يفديها رب العالمين سبحانه وتعالى بذاته العلية، فيطرح عنهم السيئات ويضاعف لهم الحسنات ويرجعها لها ربي سبحانه وتعالى أمة مرحومة. أكمل في الخطبة الثانية، فادعوا الله. الحمد لله وكفى، وأصلي على عبده المصطفى، أما بعد، يفديها ربي سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لنا فداء عنده سبحانه وتعالى لنرحم من بركات هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، يعني افتديناك بهذا، افتدينا المسلم ودخل الجنة بهذا. طرح ربي سبحانه وتعالى سيئات المسلمين على غيرهم من المشركين، فجعل ذلك فداء للمسلمين ببركة هذه الأمة وبنبيها صلى الله عليه وسلم، فجعلت أمة مرحومة عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفداها ربي سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله سبحانه وتعالى مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. يعني كما قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، قال ربي سبحانه وتعالى: لم يجعل هناك أزمة مساكن، جعل لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار. إن عمل العمل الذي يرتضيه ربي سبحانه وتعالى فاز بمقعده الذي هو في الجنة،
وإن عمل بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى دخل مكانه الذي معد له في النار. لم يجعل ربي سبحانه وتعالى هناك أزمة مساكن، كلنا لنا عند رب العالمين بيتان، بيت في الجنة وبيت في النار، نسأل رب العالمين أن يعمر بنا بيت الجنة. فربي سبحانه وتعالى حينما يدخل المسلم مكانه إلى الجنة، الذي يحدث أن مكانه الذي هو في النار خال، مكان فاضي، فيسكن ويعمر المكان الذي في النار بمشرك آخر، يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من المشركين، يعمر المكان الذي في النار بهم. طيب هذا المشرك الذي دخل النار أليس له مكان في الجنة أيضا؟ نعم، له مكان في الجنة، أصبح خال، مكان فارغ في الجنة. فهذا المكان الذي في الجنة من نصيب المسلم، من نصيب المسلم. ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان، لمن خاف مقام ربه جنتان. فجعل له رب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة بيتان، وفضل الله في الجنة واسع لا يحصر. إذن هذا هو المغزى والمعنى يا أحباب. جعل ربي سبحانه وتعالى لهذه الأمة فداء، ولم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الأماكن التي أعدت لها في النار، إنما جعلت لغيرها فداء. وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى الأماكن التي كانت معدة للمشركين في الجنة لهذه الأمة فضلا ونعمة منه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يا أحباب، من صفات هذه الأمة أيضا أننا نأتي عند رب العالمين سبحانه وتعالى غرا محجلين من آثار الوضوء. حينما تتوضأ هناك أعضاء للوضوء يصيبها الماء كالوجه والجبهة واليدين والقدمين. هذه الأعضاء تكون نورا عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفي الحساب وفي الحشر، فتعرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. هذا النور نور على نور، مضاء الجبهة، مضاء الوجه، مضاء اليدين، نور في القدمين. إذن فالناس الذين يصحبهم النور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني اللي بيتوضأ ممكن يزود شيئا ما بعد الكوع، من استطاع أن يزيد غرته فليفعل. من استطاع أن يحسن الوضوء على أكمل وجه فليفعل، وهذا فرض واجب. حينما تغسل قدميك في الوضوء اغسلها جيدا وخلل بين الأصابع. هذه الأمور تجعل عند رب العالمين سبحانه وتعالى زيادة في النور، فيعرف المسلم من المسلم الذي بجواره، هذا نوره أشد من ذاك. وجميع الأمة مرحومة، وجميع الأمة عليها النور والبهاء والضياء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من بركات هذه الأمة وهم الأشياء يا أحباب أن هذه الأمة كانت خاتمة الأمم، ختم بهم رب العالمين سبحانه وتعالى الأمم، وكانت آخر الأمم، فجعلها ربي أول الأمم. ألم ترى أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لأمة الإسلام الجمعة، وجعل لليهود السبت وللنصارى الأحد؟ اليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، فجعل ربي سبحانه وتعالى هذه الأمة سابقتهم فأعطاها الجمعة. لذلك يحسدوننا على هذا اليوم. نحن بعدهم وصرنا قبلهم، حتى في أيام الأسبوع صرنا قبلهم ببركة الله سبحانه وتعالى. هي آخر الأمم وتسبق كل الأمم وتحاسب قبل كل الأمم. وما بقي في الخطبة يا أحباب لا يقل أهمية عما مضى، فدقائق قليلة، 5 دقائق إن شاء الله، لا أكثر على ذلك. هذه الأمة تحاسب عند رب العالمين قبل كل الأمم، وهذه بركة عظيمة. يعني كما نقول بالعامية، إحنا مش هنقف في الصف، أمة النبي صلى الله عليه وسلم مش هتستنى الدور. حينما يحاسب رب العالمين سبحانه وتعالى يبدأ بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنفعش تكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقف في الدور، ما ينفعش. كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الشريعة.
نحن الآخرون ونحاسب قبل كل الأمم وندخل الجنة قبل كل الأمم ونحن آخر الأمم. انظر إلى هذه البركة العظيمة. حينما يكون هناك صف أمام أي شيء، أي مصلحة، وهناك رجل مهم في هذه المصلحة، عم الحج فلان تعالى، هذا ما يحدث عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأمة لا تنتظر دورها، هذه الأمة تدخل مباشرة للحساب وتحاسب وتنجز أعمالها إلى الجنة أو النار، ويقضي رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة قبل كل الأمم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننتظر أحد ولا نقف في الصف ولا ننتظر الدور، ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. مش احنا الآخرون، نسبق عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. المقضي لهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أول من يعبر الصراط النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم معه ببركة الله سبحانه وتعالى. لا ننتظر دورا ولا ننتظر صفا، نحاسب أولا وتنجز أعمالنا أولا، ويقضي بيننا رب العالمين سبحانه وتعالى أولا. ولا يتكلم يومئذ عند رب العالمين إلا نبي فقط، جميعنا سكوت عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ننطق، جميع خلق الله سكوت، والمتكلمون هم الأنبياء والمرسلين. بماذا يتكلمون؟ لا يقولون إلا جملة واحدة: اللهم سلم سلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل على رب العزة سبحانه وتعالى حتى يأتي تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فيقع ساجدا عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويفتح عليه ربي سبحانه وتعالى بكلمات ينطقها لم يفتحها رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فيحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ويثني عليه بكلمات أنعم وألهم رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه بذلك. ثم يقول له ربي سبحانه وتعالى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول جملة واحدة، ويقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال له: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة. لاحظ أن الجنة لها أبواب، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها باب مخصوص تدخل منه. انظر إلى الأخرى وهي شريكة في باقي الأبواب. انظر إلى عظم الجزاء. أمة النبي لها باب مخصوص، الأمر لا ينتهي عند ذلك، وشريكة في بقية الأبواب التي يدخل منها العباد إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن الذي جعله ربي لهذه الأمة من أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن هذه الأمة أكثر الأمم عددا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هي آخر الأمم وأكثر الأمم عددا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي ضعف العدد في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. يعني أمة النبي ضعف بقية الأمم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما نتكلم عن صفات وخصائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر لا يكتفي عند خطبة واحدة، إنما وضعت رؤوس أقلام لنحمد رب العالمين سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فتلكم نعمة ورب الكعبة تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى لي ولكم. اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا الخطايا وادخلنا الجنة مع الأبرار.
ربنا علمنا وفهمنا، نجحنا ولا تفضحنا، استرنا في الدنيا والآخرة، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب يا كريم. اللهم ارزقنا حج البيت الحرام وسكنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الملاعين. اللهم ارزقنا صلاة فيه واعتكافا فيه، وأقر أعيننا بفتح مبين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على محمد والآل والصحب ومن سلك الطريق وقتفى الأثر وسار على الدرب. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين من الدعاء، ولا تنسوا مقاطعة البضائع التي تدعم الصهاينة. هذا وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.